سلام عليكم. حلقة جديدة من برنامجكم الحسين يقود الحياة. قبل فترة أنا ما أحب أسوق السيارة بشارع بغداد قلما، فأخذت تاكسي. نبات أحب أخذ توك توك. اليوم أخذت توك توك ألبس نظارة. أبو التوك توك شبه عليه، قال لي أنا مشبه عليه. قلت له أنت بتوهم. منطقة قريبة وشفته خال علم، ما كان محرم، خال علم الإمام الحسين سلام الله عليه. شفت هذا الولد قلت له شوف بابا، انا اشرط عليهم دائما جماعه توك توك، اقول لهم فلان مكان اتفقوا على السعر بس بشرط ما تضرب ترافيك لايت ولا تطلع رونج سايد. قال هاي شنو؟ هم دائما نسال هاي شنو حجه مرور؟ قلت له لا ما يجوز بابا، ما يصير. نتفق على السعر، انت ايش قد توصل اعطيك شويه اكثر، هذا الوقت اللي انت كلش قاتل نفسك عليه وخلي سعر. قلت له انت خال ليش خال علي الامام الحسين سلام الله عليه؟ قال هذا امامنا الامام الحسين سلام الله عليه. قلت له أنا سويت نفسي أخذت دور الشيطان يعني. قلت له شنو فات الإمام الحسين؟ توفى قبل 1400 سنة، باوع عليها ياكلني طبعا. قال لي شنو الإمام الحسين إمامنا اللي ضحى على أمودنا؟ قلت له هو ليش ضحى الإمام الحسين سلام الله عليه؟ قال ضحى طلع على مود الظلم. قلت له جيد. قلت له هاي على قصدك المقولة مالت اللي يقول ما خرجت أشرا ولا بطرا ولكن طلب إصلاح في أمة جدي. قال لي إيه هي هاي ما حافظها بس أعرفها. قلت له تعرفها كل زين. قلت له انت بابا يعني تعتقد من الاصلاح ان واحد يضرب الترافيك لايت؟ مو هذا مخالفه النظام؟ هو صفن هيك. قلت له هل من الاصلاح انه يفوت منك واحد تدعمه تتعارك فيها وتصيح ويسب وتشتم؟ قال مو نبات واحد يصير عصبي، طبعا هو جو 18. قلت له هل من الاصلاح انه واحد يطلع بدون اجازه؟ قلت له شوف الامام الحسين سلام الله عليه هو طبعا انا كل شيء ايد. الامام الحسين يريدكم انتم ابطال. قلت له اي انتم ابطال، انا بالنسبه لي انتم بعدكم في رعايه الشباب جاي تصفون على عوالكم تشتغلون، ماكو فرص عمل، فمو عيب واحد يشتغل اي شيء بس ضمن النظام. حتى انت الامام الحسين سلام الله اللي خال الرايه مالته الناس ما تشوف، والها مشارب كثيره ولها اتجاهات كثيره، يعتقدك انت جماعه الحسين. انت تخيل يعني اللي يصعد وياك يعتقدك انت من اصحاب الحسين. قال لا انا جابني. قلت له لا، اصحاب الحسين مو بس اللي كانوا وياه، اصحاب الحسين من كان يقول سلام الله عليه ألا من ناصر ينصرني. قلت له أنت هسه الحسين موجود تصير وياه لو ضده؟ قال طبعا أصير وياه، أفديه بروحي. وأنا أعرف هو صادق، لأن ذولي على بساطتهم مخلصين أكثر مني ومن غيري، عندهم غيرة عجيبة يعني. وشفناها يعني إحنا شفناها إنه من صارت الحرب ضد التكفيريين، هم هاي الطبقات البسيطة اللي راحت، وشفناها من صارت التشرين ولها ما عليها، انخدعوا هم الكثير. هم ذول خطين التيك توك اللي راحوا وضحوا وجابوا وجابوا لهم بفلوس على اساس وجابوا لهم بيبسي، وتالي صعدوا على ظهورهم وكل واحد اخذ له منصب واخذ له فلوس وانهزموا. بقوا ذول اللي هم مخلصين يعتقد انه هو طالع على حب الوطن، وانا ايده انه نطلع على الفساد لكن بدون ما ارتبط بجهات خارجيه، بدون ما اصير برج اصير جسر الغير. هذا وين يوديني؟ يوديني اكو دراسه في مصر صارت، قالت الدراسه احد أهم أسباب الأمية في مصر هي التيك توك. عشان شنو الربط؟ أي طبعا، وأنا نفس الشيء أقول بالعراق. أقول أول شيء الشغل مالهم هذول الله يبارك بيهم، الله يبارك بكدهم، لكن ضمن النظام يكونون. بس من يصير تيك توك وجو السنة القانونية ذولي راح يخالف النظام وراح يشوف له مصدر رزق، تجي فلوس. أول شيء عائلته محتاجه، ثاني شيء صار عنده فلوس. يقول لك يا دراسة أنا شو أكمل؟ هو هم يكون مو كلش ناجح بالحياة الدراسية فيروح باتجاه التيك توك. ذولي أنا أقول كون يصير عليهم تركيز بالمجالس الحسينية، كون نجمعهم دائما. وأنا مجربهم، عندي مجالس حسينية في بغداد وفي كربلاء، بس صخرة وتقول له للحسين ما يقبل ياخذ فلوس. طبعا هذا بالقوة ذبيت عليه الفلوس وانهزمت منه وقلت له أنا فلان يعني، ورا من هزمت وركض وراي الرجل، لأن عندهم غيرة وعندهم كرم حسيني صحيح. فإحنا ذولي لا نرفضهم. عندهم مشاكل شوية عنيفين، يجوز يسبون ويشتمون بالشارع، وأنا كلش أتحذر منهم. لكن إن خال الحسين سلام الله عليه ذول يجيبوهم للطريق، خليهم جزء من المواكب الحسيني، جزء من التطوع، جزء من الخدمة، جزء من المشاية. وخلال هاي الفترة خليه يحس بالحسين سلام الله عليه، قربوا له صورة الحسين المثالي اللي هو فعلا أبو المثالية الحسين، اللي هو المضحي، اللي هو يحب النظام. أخلي هذا أبو التيك توك. وأنا الكثير من الأطفال اللي عندي والشباب أقول لهم أنتم شغلتكم شغلة واحدة من طريق المواكب، بس يجمعوا الأوساخ والأزبال بس،
خلي فهمه عن النظافة، خلي فهم الحسين هو كان المكان مالته نظيف، الحسكان هذا اللي كان يأذي الأطفال شاله من الطريق، المكان مالته نظيف، لأنه حتى يقولون أدبنا الحسين فأحسن تأديبنا. وذول بعدهم وعدهم طاقة وعدهم غيرة وعدهم حب للحسين. اجمعوهم رجال، استوعبوهم، عندهم أخطاء، استوعبوا هاي الأخطاء ونظموا أمور عملهم، اعطوهم الطرق، اعطوهم، لأنه لولا الخبز لم يعبد الله سبحانه وتعالى. ناس فقراء بسطاء لكنهم أغنياء جدا بحب الحسين والوطن. تحياتي.